وهتسيبوا بعض وهتتوجعوا انتوا الاثنين وجع، والبنت بالذات هتتوجعي وجع. انت ممكن هتوصل لمرحله انك عايزه تنتحري وعايزه مش عارف ايه، لانه هو كان مديكي الوقت كله، وبعدين هو لما دخل الكليه شاف بنات تانية اكتر فسابك فبص للبنات دي. وانت نفس الكلام، ممكن البنت دي تيجي تشوف تلاقي شاب مناسب اكتر، او لو يجي لها عريس، لكن انت كنت اتعلقت بيها وقعدت تكلمها هتكتئب، فهتخش في حاجات انت في غنى عن الكلام هيزيد، فهتبقوا انتوا عايزين تدوا لبعض مشاعركم اكتر وكده. فهتيجي تبص هتلاقي هي اهملت دراستها وانت اهملت دراستك، فهتيجي تبص هتلاقي ايه؟ انت ضيعت اهم فتره في عمرك اللي هي انت بتبني فيها وكده. وممكن اصلا تيجي في الاخر تترفض لما انت تيجي لهم مثلا معكش الشغل المناسب او مش معاك الكليه المناسبه او كده، وتيجي تبص تلاقي انت ضيعتها بدل ما انت تحافظ عليها في اولى ثانوي، لسه في ثانيه ثانوي، لسه في ثالثه ثانوي. انا لسه ما دخلتش كليه اصلا، والكليه بتاعتي دي ممكن تبقى 4 سنين، ممكن تبقى 7 سنين على حسب ما انا هخش، ولسه ما دخلتش جيش، ولسه ما اشتغلتش، قدامي كتير جدا. هل البنت دي هفضل اقعد اكلمها 10 سنين من ورا اهلها؟ هل ده ينفع؟ اخرته ايه؟ انت اكيد انت لو بتحبها وكده هتبقى عايز تتجوزها، وانت لو اكيد لو بتحبيه هتبقى عايزاه يجي يتجوزك. لا يبقى انتوا كده، امال مين اللي بيجي يتجوز ومين اللي هيجي كده؟ راجل مخلص كليته ومخلص جيشه وابتدى يشتغل وخلاص بقى على ارض ثابته، يبقى ده هيبقى جاهز. في الوقت ده انت محتاجه مشاعر ومحتاجه حضان ومحتاجه لمس ومحتاجه كل ده طبيعي، عشان هو ده فتره التغيرات بقى في الجسم وكده. ركزت في مذاكرتك وركزت في دراستك وجبت المجموع الكويس اللي هتقدر عليه، او ركزت في الكليه اللي انت فيها، وبعدين وابتديت تشتغل جنب ده وبقى عندك وتتمرن وتعمل فحياتك انت عمال بتبني في حاجات هتخليك اقرب بكتير ان انت لما تروح تخش البيت يوافقوا عليك. فقلت بقى انا بحبها ورحت اقول لاهلي وهعمل ومش عارف ايه واشتغل واروح واجي ومش عارف. لو رحت لاهلك هيقولوا لك لا يا ابني ركز في دراستك، طب خلص واحنا هنخطبها لك. بحس لما بشوفها ببقى مبسوط قوي، ولما بيحصل مش عارف ايه وحاجات من دي. استنى ايه ده كده، وهديك الحلول وهنشوف هنعمل ايه. انا عارف انت معجب وعندك مشاعر. صايره هي الدنيا هناك اهي، بقيت مشهوره اهو. في بصيص امل. A few moments later. الفيلم ده مجتمع يا جدعان. بفكر امشي والله العظيم اتخنقت. طيب هنرد على السؤال بتاع الحب في فترة المراهقة. السؤال جالي كذا مرة وقعدنا نأجل فيه، فخلينا نتكلم عنه. عملت فيديو من شوية يا جدعان 40 دقيقة مش عن الموضوع ده، بس فيديو تاني، وطلع أنا كنت حاطط البتاع اللي هو بتاع المايك الغلط، يعني 40 دقيقة طلع من غير صوت. فيعني أنا حزين، ممكن أنزل الفيديو بجد والله العظيم وأنا قاعد كده بتكلم من غير صوت، لأن حرام ال 40 دقيقة دول. هو الحمد لله ده ما كانش فيديو ما بقولش فيه، هو اصلا عشان كان دردشه، انا كنت باكل وكده، فقلت ادردش معاكم في حاجه، بس اتكلمنا في كذا نقطه مهمين يعني. ف يعني الحمد لله، عشان كده ما كنتش مركز انا بعمل ايه كده، كنت باكل ومش شايف قدامي، فقلت بايه بالمره وانا باكل اقعد ادردش معاكم شويه. فبس الحمد لله هو اللي حصل. المهم خلونا نتكلم في موضوع الحب في سن المراهقه. خلينا نقول ان سن المراهقه ده مثلا من سن 12 ل 19 سنه. انا ما بحبش كلمه المراهقه دي وملهاش اي حاجه عندنا بس خلينا نقول ماشي، هو ده اللي هي الفتره اللي هي بتاعت الشباب الصغير او البنات الصغيره، يعني من 12 سنه او ممكن من كمان من 10 سنين، بس خلينا نقول ماشي، او من 11 ل 12 سنه لحد 19 سنه، 19 و20 سنه والله بيبقى برضه لسه في تبع السن ده، ويبقى لسه العقل مش ناضج قوي. طيب خلينا نقول انت دلوقتي انت شاب او بنت عندك 14 15 سنه او 16 سنه او ايا كان سنك. طبيعي هيبقى في عندك مشاعر الحب، وهيبقى عندك رغبات تانية كمان، سواء الولد او البنت بيبقى لسه طالع من مرحله البلوغ، لسه في عنده مشاعر جديده بيحس بيها وكلام من ده. لكن عايز افهمك بس فكره ان اللي انت فيه ده مش حب. يعني انت بتقول عليك، يعني انت لو شفت مثلا بنت معاك في المدرسه، او بنت مثلا معاك في الجامعه، لو انت لسه في اولى ولا في ثانيه كليه، ده ما بيبقاش حب ولا حاجه، انت بس مجرد البنت شفتها شكلها جميل او كده فاعجبت بيها. انت برضو شفت مثلا ولد شكله واخد باله من نفسه او كده فما بتحبهوش ولا حاجه، وانت ما بتحبهاش ولا حاجه. ولسه الحب ده حاجه بتيجي مع العشره ومع وقت طويل، ما ينفعش، ما فيش حد اللي هو انا شفت حد فحبيته، احنا بنقولها كده، لكن لا ده بيبقى اعجاب، بس انت لسه ما تعرفش الشخص ده، لسه ما عشرتوش او كده. بس انا مش بقول لك ان انت اللي هو تقفل على مشاعرك دي او تعمل، لا هي مشاعر يعني جميله وطبيعيه جدا، وان انت يعني تتكلم عنها ما تكبتهاش، او اللي هو لا انا معايا خلينا حاجه. طبعا ده مش وقت ابدا ارتباط، لا للولد ولا للبنت. انت لسه دلوقتي عندك 15 16 سنه، عندك 17، عندك 19 سنه، ايا كان اللي عندك. لسه قدامك، انت لسه بتبقى في المدرسه ولا لسه في الكليه، لسه بتدرس، فاهم؟ فانت يعني ما عندكش امكانيه ان انت ترتبط دلوقتي، يعني
ولو يا سيدي انت رحت ارتبطت وكلمت البنت قلت لا ده انا مش هسيبها او كده، انا صلى على النبي، انت لسه شاب صغير دلوقتي، رحت اتكلمت مع البنت دي او رحت اللي هو قلت لها على مشاعرك، قلت لها انا معجب بيكي او انا بحبك او ايا كان، وفاكر ان هي دي البنت اللي انت هتفضل مكمل معاها او كده، لا انا عايز اقول لك 90%، يمكن يعني يمكن 99% كمان، ان مش هي دي البنت اللي انت هتكمل معاها، او مش هو ده الولد اللي انت هتكملي معاه. انتوا لسه في المدرسه ولسه قدامكم كتير، هو لسه انت قدامك هتخلص المدرسه ولسه هتخلص الجامعه ولسه، ولو كان ليك جيش وشغل، هتشوف انت اولاد وبنات ياما، وهي هتشوف ولاد وانت هتشوف بنات فمستحيل يبقى هو الشخص اللي انت حبيته وانت في المدرسه ده هو ده الشخص اللي يكمل معاك. يعني نسبه لا تتعدى الا بقى لو انتوا جيران واتكلمتوا بقى، اللي هو الامهات اتكلموا لبعض، فاهم، حاله نادره قوي قوي قوي. لكن الاغلب انت معجب بالبنت دي او كده، خلي اعجابك جوه برضه عشان تحافظ على قلبك وعلى قلبها. وانت برضه لو حاسه بكده ما تقعديش اللي هو مثلا تبيني له يعني او كده وعشان هو ياخد باله ولا الحاجات دي، لا. وما بقولش ما تعجبوش ولا تحبوش، بس دلوقتي ده مش الوقت ابدا بتاع ان احنا نرتبط او بتاع ان احنا نطلع مشاعرنا دي. المشاعر دي احنا هنبقى عارفينها ومتقبلينها، ولكن انا عايزكم تركزوا. انتوا دلوقتي احنا لسه بندرس ولسه بعد كده شغل، ولسه بعد كده موضوع الارتباط ده هيضيع وقتكم وهيتعبكم انتوا الاثنين. ليه؟ يعني لو انتوا فكرتوا يا سيدي وما سمعتش الكلام ورحت ارتبطت، او انت رحت ارتبطتي او كده، هتعملوا ايه؟ هيبقى كلام وهتتكلموا ومش عارف ايه وكده. طب اهلك عرفوا فهيمنعوك فهيخلوك ما تكلمهاش، هي اهلها عرفوا مثلا فخلوها فما تتقابلوش فما تشوفوش بعض فكده، او هتتخانقوا انتوا لسه صغيرين مش ناضجين كفايه او كده، لسه يعني ما عندكوش بقى الكلام، ما عدتوش بخبرات ولا حاجات من كده، هتتاذوا انتوا الاثنين. والله العظيم هتقعدوا توجع عشان خاطري اسمع الكلام بس. وانا هقول لك انا اصلا مريت بكل ده، واي انسان طبيعي اكيد حبينا كلنا واحنا في سن المراهقه وحبينا واحنا صغيرين وكده، وكنا فاكرين بقى ان هي دي البنت اللي انا هتجوزها ولا وهعمل وعاند وبقى وازعق في اهلي وانتوا ما تعرفوش. وانا كل ده ما هو بناء على ايه؟ قلب. والقلب متقلب اصلا، يعني هو القلب النهارده انت بتحب دي بكره ما بتحبهاش، انت النهارده معجبه بالواد ده بكره مش هتبقى معجبه بيه، او فاهم، تقلبات كلها ومشاعر مع هرمونات مثلا البنت مع مش عارف ايه، كل ده مش حقيقي. يعني كل ده يعني احنا بنقول عليه الحب، لكن هو ده لسه مش الحب. والبنت اللي انت هتحبها فعلا او اللي هتتجوزها لسه ما جاتش خالص، وانت الولد اللي انت هتحبيه وهتتجوزيه لسه ما جاش خالص، انتوا صغيرين. فانا عايزكم تركزوا في الدراسه بتاعتكم. تركز لو انت شاب تحاول تشتغل حاجه جنب الدراسه بتاعتك، لو انت بنت تحاولي تعلمي حاجه تانية مع الدراسه او كده، تشغلوا وقتكم. لان الفراغ وكده هو هيصعب الموضوع عليك اكتر، تبقى انت عايز بقى بنت تتكلم معاها، هي هتبقى عايزه ولد تتكلم معاه، فانا عايزك تملى وقتك. يعني ده مش، خليني اقول ان الفيديو من اوله لاخره مش هقول لك ان انت تروح تكلم البنت دي وما تروحش استنى ايه ده كده، وهديك الحلول وهنشوف هنعمل ايه. انا عارف انت معجب وعندك مشاعر وكده، وممكن اصلا كلامي ده يعصبك او كده، بس انا عايزك تاخد الامور بالراحه. خلي يا سيدي ماشي، خليك انت اعجبت بالبنت دي وشايف ان هي دي البنت اللي انت عايز تتجوزها. انت دلوقتي مثلا الشاب اللي بيكلمني ده عنده 17 سنه وحاسس ان هو كمان خلاص يعني سنتين هيبقى دخل الكليه بقى وهيبتدي مثلا يخطبها وهو في الكليه والكلام ده جميل، حاضر ماشي، خليني ماشي معاك ان انت بتقول الكلام ده وده اللي في بالك. آه، ممكن تبقى هي دي نيتك. يعني ممكن انت مثلا لو انتوا كان بينكم اعجاب وانت رحت كلمتها وكده، عشان هيبقى صعب طبعا لو انا ده حصل وجيت لك انا دلوقتي، انت هتقوم قافل الفيديو وايه مش هتسمع الكلام. لكن افرض انت عملت الكلام ده، انا عايزك تروح تتفق معاها او انت تروح تتفق معاه، انت البنت اللي انا حاطط عيني عليكي او كده، ونيتي ان شاء الله ان انا اجي اتقدم لك، لكن انا دلوقتي لسه مش جاهز، انا لسه بدرس لما اخلص دراستي، انا لسه بشتغل، انا لسه بعمل، واول ما اجهز ان شاء الله هاجي لك وهاجي اتقدم واخش البيت بقى ونعمل الكلام الجميل ده كله. ما حصلش نصيب وكده خلاص، يبقى الحمد لله، يبقى هو مش ده نصيبك، يبقى نصيبك لسه هيجي، لان دي حاجه مكتوبه. انت يعني بص، انت حتى لو اتشقلبت ورحت وجيت وقعدت وعملت كل حاجه، في الاخر لو هي دي مش نصيبك مش هتكون ليك، ولو هي نصيبك برضه لو الدنيا كلها وقفت ما بينكم وكده، هي دي اللي هتكون ليك، فاهمني؟ ونفس الكلام في البنت، انت لو قعدتي بتعملي ايه وتخانقي مع اهلك ولا وانا مش عايزه اللي هو ده، ممكن تيجي في الاخر هو يقوم تيجي تبص تلاقيه مشي، او لو هو نصيبك هتلاقيه كامل. فاحنا خلينا يعني نمشيها بالطريقه الصح. انت دلوقتي انا عايزك خلاص انت رحت اتفقت معاها، لو انتوا كنتوا بتتكلموا خلاص يبقى انا ان شاء الله نيتي كده، بس احنا مش هنتكلم في الفتره دي. الفتره دي ايه، سنه 2 3 4 عادي. وخلي يا سيدي في نيتك ان هي دي ان شاء الله، هي لو جالها عريس ماشي خلاص يبقى كده، او لو هي عايزه تستناك براحتكم، فاهمني؟ بس ما تتكلموش خالص واقطع بقى كل حاجه. لو كان ليكوا صور مع بعض او كده امسحها، لو في اي كلام ده خلاص شيل كل الكلام ده، لان انت لسه دلوقتي مش جاهز. وانت دلوقتي انت شاب اكيد هيبقى عندك طموح واكيد عندك حاجات من كده، عايزك تبني حياتك الاول
قبل ما تروح تتقدم. ما انت لا، ممكن تروح تتقدم يا سيدي وتعمل وتعاند اهلك وكده، هتترفض. انت لسه شاب صغير، وانا اب مثلا وجاي لي شاب زيك، يا ابني انت لسه مش جاهز، انت لسه صغير، انت لسه ما عندكش خبره لسه كده. فانا عايزك تبني بقى حياتك الاول، عشان لما تروح وتتقدم يبقى ده اللي جاي لنا ده راجل، فانا اقدر اسلمه بنتي او كده، فاهم؟ فلكن انت لسه صغير ولسه الدنيا قدامك كتير، فخلي مشاعرك موجوده. بص انا ممكن تعمل انا كريفه كنت بحب اكتب، فانا ممكن كنت اقعد اكتب انا المشاعر مثلا اللي انا حاسسها قصاد مثلا البنت الفلانيه او كده. ممكن اكتب قصص او حاجات، او ممكن انت بتحب ترسم فترسم حاجه او كده، تطلع مشاعرك دي، عشان انا مش عايزك تفضل كبت، تطلعها باي طريقه. تفتح فيديو زي ده مش لنفسك، ما تعملوش لحد، انا والله انا ده النهارده وحسيت وكده وبحس لما بشوفها ببقى مبسوط قوي، ولما بيحصل مش عارف ايه وحاجات من دي. ماشي، تطلع مشاعرك باي طريقه. عايز ليك مثلا لو اهلك قريبين منك تروح تتكلم معاهم وكده، هم يدوك برضه خبرات وهيقولوا لك على الطريقه. لكن مش ده الوقت ابدا اللي انت ترتبط فيه، وهي لسه البنت صغيره وانت لسه صغير، لسه الدنيا قدامك. وكمان إن هيبقى، بص الموضوع ده هياخد وقتك كله. لو انت فكرت ورحت وارتبطت وكده، يبقى انت هتضيع حاجات كتير جدا انت كان ممكن تبقى ناجح فيها. يعني سواء دراستك هتضيع، لان انت هتبقى بنت صغيره دي عايزه اهتمام، وانت برضه هيبقى عايز اهتمام، فعايزين وقتكم كله يبقى لبعض، وانا بحبك وتقعدوا وتبعتوا لبعض، فالكلام هيزيد، فهتبقوا انتوا عايزين تدوا لبعض مشاعركم اكتر وكده. فهتيجي تبص هتلاقي هي اهملت دراستها وانت اهملت دراستك، فهتيجي تبص هتلاقي ايه؟ انت ضيعت اهم فتره في عمرك اللي هي انت بتبني فيها وكده. وممكن اصلا تيجي في الاخر تترفض لما انت تيجي لهم مثلا معكش الشغل المناسب، او مش معاك الكليه المناسبه او كده، وتيجي تبص تلاقي انت ضيعتها بدل ما انت تحافظ عليها. لكن انت لو رحت النهارده بقيت ركزت في مذاكرتك وركزت في دراستك وجبت المجموع الكويس اللي هتقدر عليه، او ركزت في الكليه اللي انت فيها، وبعدين وابتديت تشتغل جنب ده وبقى عندك وتتمرن وتعمل فحياتك انت عمال بتبني في حاجات هتخليك اقرب بكتير ان انت لما تروح تخش البيت يوافقوا عليك. لكن انت عمال بتكلمها دلوقتي ومهتمين وبتحبوا بعض وبمشاعر وكده، اخرته ايه؟ انت اكيد انت لو بتحبها وكده هتبقى عايز تتجوزها، وانت لو اكيد لو بتحبيه هتبقى عايزاه يجي يتجوزك. لا، يبقى انتوا كده بتعملوا ان انتوا كده اي حاجه تبوظ. اولا بتغضبوا ربنا، فالعلاقه ممكن ما تكملش. ثانيا مضيعين وقتكم ومضيعين كل الفرص اللي ممكن تقربكم لبعض، لان انتوا وطلعتوا المشاعر. وهتيجي ممكن هو يزهق، هتيجي اصلا انتوا في السن ده انت كل يومين هتلاقي نفسك بتتغير. ده انا كنت بحب كذا، لا ما عادش بحب كذا. هي البنت انا كنت مش عارف ايه ده، هي والصبح بتحبك بالليل ما بتحبكش، مش عارف ايه، فتروح تغيظك مثلا تكلم واحد تاني او تعمل كده عشان تخليك تغير. فده هتبقى انت بقى مشاعرك انت مش عارف، عمال بقى غيران عليها وعمال تروح وتيجي وكده، ولا هتشوف دراستك كلها، فانت ضيعت كل حاجه. فانا اللي عايزك تعمل ايه؟ تحافظ على مشاعرك دي، تطلعها عادي، تتكلم. مش حرام ان انت تحب عادي، لو بتحب او لو انت معجب ما فيهوش اي حاجه. لكن بغض بصرك برضه علشان ما تقعش في حاجات زي كده. بس انت لو شفت مثلا حصل قبول وهي معاك في درس او كلام من ده، اعمل اللي انا قلت لك عليه ده، وركز دلوقتي في دراستك وفي شغلك، ووعدها يا سيدي ان انت كده، وهتروح لها وان شاء الله، وخلي دي النيه، وربنا ان شاء الله يا رب لو كاتب لكم في بعض نصيب يبقى هي دي البنت اللي انت هتعمل فيها. طيب انت اصلا ما فيش، ما بتتكلمش معاها ومعجب ببنت وكده، ما تروحش تكلمها. ماشي، وانت لو معجبه بولد وكده ما تلفتيش نظره، وما تقعديش تعملي حاجات ان هو يجي يكلمك. او طبعا ما تروحيش تكلميه دلوقتي. ليه؟ لان هو والله العظيم ما جاهز، ولا هو ده اللي هيعرف يجي ابدا. يعني قدامه مش اقل من 8 سنين من المرحله اللي هو فيها المدرسه دي علشان يجي يتقدم. فمستحيل هيبقى هو ده هي يعني، مش ولا هو ولا اللي بعده ولا اللي بعده. يعني ممكن 3 4 بعده مش هيبقوا هم دول. امال اللي هيبقى المناسب ده امتى؟ راجل على الاقل في الجيش دلوقتي، او راجل على الاقل في اخر سنه ليه في الكليه، فيخطب السنه دي وسنه الجيش ويبتدي يشوف، فاهم؟ ده اللي هو اللي بقول لك ده هيطول في الخطوبه، يعمل الخطوبه 3 سنين. لكن امال مين اللي بيجي يتجوز ومين اللي هيجي كده؟ راجل مخلص كليته ومخلص جيشه وابتدى يشتغل وخلاص بقى على ارض ثابته، يبقى ده هيبقى جاهز ايا كان سنه بقى. او الشاب، او هو مثلا كان في تعليم فني فخلص عنده مثلا 20 سنه او خلاص، فاهم؟ الوقت اللي هو هيبقى مخلص فيه دراسته ومخلص فيه جيشه وبيشتغل، هو ده الوقت اللي هو يقدر يجي. يبقى هو ده اللي ممكن نحاول. وانت برضو ده الوقت اللي انت ممكن تحاول تدور فيه على عروسه او البنت اللي انت بتحبها، تروح تقول لها وتكلم اهلها والكلام ده. لكن انت لسه دلوقتي مش جاهز ولا هي جاهزه، وما تاخدش كلامي ده وتقفل وتروح تكلمها. ولا خد الكلام ده، انا عايزك تعديه على العقل. احنا دلوقتي انا عارف في السن ده بيبقى اكتر الحاجات احنا بنعملها بمشاعرنا. لا، انا عايزك انت تبقى راجل عاقل، تفكر بعقلك. المشاعر دي والعاطفه بتبقى عند البنت اكتر. فانت ما تبقاش انت كمان بتحكم يعني بتفكر بعاطفتك، لا، خلي العاطفه موجوده وكل حاجه. لكن دلوقتي انا بالعقل كده، انا قدامي قد ايه؟ انا ده انا لسه في اولى ثانوي، لسه في ثانيه ثانوي، لسه في ثالثه ثانوي، انا لسه ما دخلتش كليه اصلا. والكليه بتاعتي دي ممكن تبقى 4 سنين، ممكن تبقى 7 سنين على حسب ما انا هخش، ولسه ما دخلتش جيش، ولسه ما اشتغلتش، قدامي كتير جدا. هل البنت دي هفضل اقعد اكلمها 10 سنين من ورا اهلها؟
هل ده ينفع؟ هل لو انت عندك اخت ينفع تعمل معاها كده؟ تقعد يبقى في ولد يروح يقعد يتكلم معاه 10 سنين من غير ما يجي يتقدم، هتبقى راضي؟ لا، مش هتبقى مبسوط طبعا. ولا انت ترضى ان البنت دي تقعد انت تتكلم معاها 7 ولا 8 سنين من ورا اهلها، وتخرجوا وتروحوا وتيجوا، كل ده غلط، وهتسيبوا بعض وهتتوجعوا انتوا الاثنين وجع، والبنت بالذات هتتوجعي وجع. انت ممكن هتوصل لمرحله انك عايزه تنتحري وعايزه مش عارف ايه، لانه هو كان مديكي الوقت كله، وبعدين هو لما دخل الكليه شاف بنات تانية اكتر فسابك فباص للبنات دي. وانت نفس الكلام، ممكن البنت دي تيجي تشوف تلاقي شاب مناسب اكتر، او لو يجي لها عريس، لكن انت كنت اتعلقت بيها وقعدت تكلمها هتكتئب، فهتخش في حاجات انت في غنى عنها. انت لسه دلوقتي الحمد لله في البر، والله العظيم دي مش قصص خياليه، انا بقول لك ده اللي بيحصل، فاهمني؟ وانا لو حكيت لك على انا ضيعت برضو، ما انا جيت وانا في اولى كليه حبيت الحب ده 19 سنه ولا كان 18 سنه؟ 18 سنه و19 سنه، ايه يا رفعت اللي انت راح تحب فيها؟ انت لسه تعرف حب ولا شفت حب؟ شفت بنت يا سيدي معاك كانت معايا في نشاط وكده، فقلت بقى انا بحبها، ورحت اقول لاهلي وهعمل ومش عارف ايه واشتغل واروح واجي ومش عارف. انا كنت بشتغل فعلا في الفتره دي، بس انا مش جاهز، انا اصلا مش ناضج ان اعمل ان انا اخش في علاقه. اولا هتخانق معاها على حاجات مالهاش، حاجات عبيطه، هاجي مثلا مش هقدر احافظ على العلاقه دي، مش هقدر استثمر فيها، مش انا كنت فاهم كله داخل بقلبي وخلاص، ولا داخل انا فاهم. انا جيت بصيت لقيت ان انا ضيعت سنتين من عمري في الارض. انت شاب عندك اهو 18 ولا 19 سنه، واكيد لو هتروح تخطبها دلوقتي لو رحت لاهلك وانت اكيد مش جاهز من نفسك، لان انت بالجهاز، لو رحت لاهلك هيقولوا لك لا يا ابني ركز في دراستك، طب خلص واحنا هنخطبها لك وكلام من ده. انت بقى هتروح وتيجي وتتشقلب وكده، تعبت نفسك على الفاضي وضيعت عمرك ان انت عمال بتكلمها وتخرج معاها وتعمل. هتيجي تبص تلاقي اهم سنين حياتك اللي انت كان المفروض تبني بيها لعزك اهو، انت في عز شبابك، هتغلط وتجرب في شغل وتجرب في دراسه وتعمل، هو ده اهم وقت انت رحت ضيعته على ايه؟ على خروجات وفسح واتبسطت وعشت لك سنتين اتبسطت. بس هتيجي تبص بعد كده تلاقي ايه ده مكاني، ده صاحبي اللي هناك اللي هو اللي راح ركز في دراسته، ولا راح ركز في شغله ولا كده، بيبقى بسم الله ما شاء الله وانا ما عملتش اي حاجه غير ان انا كنت بخرج معاها وبنتكلم بالليل بالساعات في الموبايل، والصبح بنطمن على بعض، وبعدين هي تغيظني فنغيظها. صح، مش هو ده اللي بيحصل؟ فانا عايزك انت لسه من الاول انت تقدر تحافظ عليها، ان انت تتجوزها لو انت عايز تتجوزها وبتحبها فعلا. يعني قول لها دلوقتي احنا هنستنى ومش وقته، وتحكم في مشاعرك دي، وشوف حياتك واملى وقتك كله. انا عايزك وانت لسه انت شاب دلوقتي، هو راجل الحمد لله، انزل يا عم اتمرن، انزل تتعرف على ناس اكبر منك يدوك خبرات وحاجات من كده. انا احب اصحابي برضه والله العظيم، ليا برضه اصحاب اللي هم شباب صغيرين وكده، عشان انصحهم، عشان لو هو حصل حاجه او كده باجي اتكلم معاه بشده. لو انا في شغلانه ممكن تاخد يا عم امسك الشغلانه دي اعملها، اخش معايا التمرينه الفلانيه. طيب انا مسافر، هو يعني ما بيعرفش يكلم حد، مالوش صحاب ولا كده، تعالى يا عم مسافر معايا، ممكن اطلعه معايا سفريه والله العظيم بالعربيه. ممكن يبقى عنده مثلا 16 17 سنه، وهو بالنسبه لي فاهم يعني اخويا الصغير، او اللي هو مش ده اللي هخرج معاه وكده، بس انا بعمل كده علشان اديله ثقه في نفسه، وعلشان اخلي. فانت في ناس كده كتير مننا، يعني في ناس الحمد لله كويسين كده. فانا عايزك يعني تربط نفسك بالناس دي، ودايما خليك في مكان تبقى انت اقل واحد فيهم، يعني علشان تحاول تعلى. يعني ما تبقاش انت دايما في المكان اللي هو لا، فهتفضل محلك سر. لا، روح مع ناس جسمها احسن منك فانت تحاول تحسن من نفسك، ناس بتعمل فلوس اكتر منك فانت تحاول تزود دخلك، ناس متعلمه عندك فلما انت تيجي تتكلم معاهم تحس ان فتروح تتعلم اكتر، فاهم؟ انا عايزك دايما مع ناس اعلى منك. والبنت برضو نفس الكلام، ركزي في دراستك. شوفي انت دلوقتي انت عندك امتحانات، عندك مذاكره، شوفي اهلك اتكلمي معاهم. لو عندك اخ كبير روحي احكي له عن مشاعرك دي. باباكي لو موجود هو اولى ان هو يحب، يروح يقول له يا بابا ده انا حسيت بالكده، وطلعي معاه المشاعر، واحضني باباكي واحضني اخوكي، وطلعي مشاعرك دي معاهم بالحال لحد ما هيجي ان شاء الله وهتتجوزي ويجي الشاب المناسب اللي هتعيشي معاه. لان طبعا انت في الوقت ده انت محتاجه مشاعر ومحتاجه احضان ومحتاجه لمس ومحتاجه كل ده طبيعي، عشان هو ده فتره التغيرات بقى في الجسم وكده. فانا عايزك الحاجات دي تروحي تطلعيها بالحلال مع باباكي، تروحي تحضنيه، اخوكي من وقت تاني تحضنيه، تخلي وعايز الابهات برضو كده خدوا بالكم من ولادكم وادوهم حنان، هم محتاجين. ما هو برضو البنت دي لو متشبعه مش هتدور على كده بره بيتها، يعني هي خلاص هو باباها كل يوم تعالي انت فين يا حبيبتي واجمل الكلام، انت اجمل بنت في الدنيا انت، ويقعد يبوس فيها ويحضنها وكده، خلاص هي متشبعه عاطفتها مليانه، فهي مش هتروح تدور على ده بره. فعشان خاطر يعني الابهات خدوا بالكم من بناتكم، ادوها كل الحب. وانت واختك وروح قول لها انا عارف ان احنا بنقعد نقول كلام وكلامنا مش احسن حاجه، بس روح هزر معاها، روح قول لها ده انت الله ده ايه تسريحه الشعر الجميله، انت ما شفتش بنت بالجمال ده. انا عايزك تملى فاهم، تملى ودانها باجمل الكلام وكده، عشان ما تروحش تطلع بره البيت تدور على الكلام ده في حد تاني.
وانت كراجل مشاعرك دي، انت طبعا بتحب مامتك، بتحب اختك، مليت وقتك، انت هتبقى محتاج برضو المشاعر وكده. بس انت لو مليت وقتك يعني خليت مثلا مشاعرك دي في الشغل او في التمرين، هتلاقي ان بالنسبه لك الموضوع اسهل. هي محتاجه عاطفه، فانا قلت لها هي هتعمل ايه. لكن انت كراجل انت محتاج تشغل وقتك ويبقى عندك طموحات وتبتدي تمشي في حياتك. فلما هتنجح هتلاقي ان الموضوع بقى احسن بكتير. بلاش ارتباط دلوقتي عشان ما تضيعش عمرك وما توجعش قلبك فاهم. مش ده الوقت خالص. فبس فدي دردشه سريعه كده عن موضوع الحب في سن المراهقه. وانا زي ما قلت لك، انا قصتي لما دخلت في الاول في البنت دي، لا انا رحت خطبتها في الاخر ولا رحت عملت اي حاجه، قعدت اضيع وقت على الفاضي. كان زماني اكبر دلوقتي في شغلي، وكان زماني احسن بكتير، بدل ما انا قعدت ضيعت سنه ولا اتنين عمال بكلمها وكده. وده كان غلط، واكتشفت ان هو لو طلعت هي البنت اللي انا اتجوزتها، ولا طلعت اي حاجه، كان هبل وانا في اولى كليه عندي 18 سنه ولا 19 سنه، لسه صغير. فانا مش عايزك تغلط الغلطه اللي وقع فيها اخوك الكبير يا سيدي. عايزك تبقى احسن مني، وعايزك انت تركز وكده، واهم وقت في عمرك ده تبنيه في احسن حاجات. وانا مش عايزك انت برضو تضيعي مشاعرك وقلبك على الشاب الغلط اللي مش هيجي يتقدم دلوقتي وكده. ولا وتحافظي على نفسك لنفسك ولجوزك بعد كده في المستقبل اللي هيجي ان شاء الله، وهيبقى جاهز وقت ما هيجي هيتقدم على طول ان شاء الله. فبس هو ده اللي كنت عايز اقوله لكم، ويا رب تكونوا استفدت من الكلام ده. ولو طبعا اي حد عنده اسئله او ليه مواقف او حاجات عارفين طبعا بتبعتوا لي على الانستا. واللي هو الاسئله اللي بلاقيها اتسالت كذا مره بعمل عنها فيديوهات. في احيانا برد عليكم بفويسات، مثلا لو حد محتاج مني نصيحه، سواء اخ اصغر مني او اكبر، سواء بنت او ولد، ايا كان اللي بيبعت. لو لقيت الموضوع مهم والحاجه دي حصلت كذا مره، بقوم عامل عنه فيديو يعني عشان لو اي حد محتاجه. فبس اشوفكم بقى في فيديو جاي. واحنا دلوقتي ممكن الساعه 11، كان المفروض اروح العلمين. والله بفكر اروحها برضه. انا لسه كنت عامل لكم فيديو قبل ده اصلا، قلت اقول لك الكلام ده، بس اضطريت اعمل الفيديو ده كمان. مش عارف اروح العلمين دلوقتي ولا اروح. اصلا انا عايز اروح انام عشان اروح الشط الصبح. آه، عايز اروح الشط بدري. آه، فمش عارف بقى، اشوف انا دلوقتي هعمل ايه. كنت قلت لكم والله في الفيديو التاني حاجه كده، كنت بس هكلمكم عنها برضه باختصار. ان انا لما برضه انا بالمناسبه لو اللي هم اللي شافوا الموضوع بتاع الحب في سن الجواز والكلام ده، انا اروحوا شوفوا بقيه الفيديوهات بتاعه الشغل، الفيديوهات بتاعه الثقه في النفس، الفيديوهات اللي هي دي، عشان انا عايزك تبني حياتك بقى وتفكر في مشاريع وحاجات. معظم الشغل اللي انا قلته حاجات انت ممكن تعملها دلوقتي من وانت عندك 15 سنه ولا 14 سنه لحد 25 سنه لحد 40 سنه، ممكن تعمل الحاجات دي. فاهم؟ حاجات مالهاش علاقه بالسن. انت ممكن من دلوقتي تبدا تعمل فلوس، وفي شغل كمان انت ممكن تعمل فلوس بالدولار وكده. فروح نمي نفسك في حته الشغل، وركز في الموضوع ده والتمرين والكلام ده كله. لكن انا كانت بس كانت نقطه اللي انا كنت قلت عليها، ان انا كنت جيت هنا الساحل من 3 بالمناسبه انا في الساحل دلوقتي، وقايل لكم طبعا في باقي بس عشان ممكن حد يشوف الفيديو ده وما يبقاش متابع معانا. فجيت من 3 سنين الساحل. جيت هنا على شاليه كده، فعجبني المكان وعجبني البحر جدا، او اللي هو الشاطئ بتاع الشاليه ده. كنت المفروض ان انا قلت ايه، يا اما هاجي تاني كذا مره فسحه زي كده اول مره ما جيت، يا اما انا عايز اشوف حاجه تبقى شغل ليا هنا. فبعدين رحت خطبت وكده، فاتشغلت في موضوع الخطوبه ده. برضه انا شفت يعني، انا عايز اقول لك والله لازم، حتى وانت كبير لما لو جيت مثلا ارتبطت وكده، الحاجات دي هتاخد جزء كبير من وقتك. فشوف انا حتى لما كنت كبير ورحت وخطبت وكنت ناوي اتجوز وكده، ما حصلش نصيب يعني، بس الحمد لله. بس عايز اقول لك ان الحاجات دي بتاخد من وقتك. فانت يعني ما بالك انا كنت كبير وقادر يعني اخلي وقتي ده ما بين الوقت اللي هيبقى مثلا مع خطيبتي، وما بين الوقت اللي هيبقى في الشغل، ما بين الوقت اللي مع اهلي، وما بين الوقت اللي مع اصحابي، ما بين الوقت بتاع التمرين. فاهم؟ فانا قدرت اظبط كده. وبالعكس لا، كان متاخد مني وقت كتير، وكان متاخد مني مجهود ومشاعر وحاجات دي، فوقفتني شويه. فشوف انا حتى الموضوع اللي هو بتاع الساحل ده، أنا كنت عايز اشوف منه شغل كده، حاجه تربطني بالمكان ده عشان اجي كذا مره. فالحمد لله جيت خدت 3 شاليهات هنا اهو، في نفس القريه. شاليه منهم اللي هو اللي انا جيته من 3 سنين، وشاليهين تانيين هيبقوا معايا طول السيزون بتاع الصيف كله. لو اي حد منكم عايز يجي يبقى يعرفني عادي. سعرها ممكن يعني مش غالي ابدا. انا ممكن من اول 2000 ونص لحد 5000 جنيه في اليوم. شاملين طبعا. انا مش عارف، بس انا قلت انا اقول لكم على الفكره. بس اصلا معظم اللي بيتفرج عليها شباب صغير وكده، فالموضوع ده مش هتيجي وانا عارف. بس انا عايز بس اديك منه افكار او كده، لما انا لو حاجه انت عجبتك او حاجه انت شفت فيها شغفك، طبعا تشتغل دايما شغل تمام. وبرضه حاول تدور على حاجات انت بتحبها تخلي فيها شغلك. فانا رحت خدت ال3 شاليهات دول طول السيزون هيبقوا معايا.
بالباصات اللي بتاخدك وتوديك للشط، باصات خاصه. وهتاخدك بالليل تجيبك هنا عند زهران وتجيبك عند المطاعم والكلام اللي هو ده، وشامل طبعا الاكوا بارك وشامل البسين وشامل كل حاجه يعني في القريه. فموضوع لذيذ. انا كنت عايز بقى اعمله، كنت حامل الموضوع ده طبعا من سنه كده. وبعدين طبعا لما لقيت الخطوبه وكده، فانا قلت هعمل الموضوع ده انا ومراتي. يعني كانت هي الخطه كده كده موجوده، وانا عارف ان انا مجرد ما كنا اتجوزت، يعني لو كان حصل نصيب يعني واتجوزت، كنت الشاليهات كده كده انا هاخدها. وهبقى اجي وكده، لان الشط هناك يعتبر برايفت شويه، وانا عايز مكان يبقى اللي هو لما نبقى فيه ابقى مكان أنا محافظ عليها يعني او كده، وعشان لما نيجي ننزل البحر يبقى مكان هادي. فانا قلت هعمل الموضوع ده برضو ليكوا، طالما ما توفقتش فيه. فممكن مثلا لو اتنين متجوزين، مثلا حد كان بيشوف الفيديو ده مش عارف ازاي، او حد لو يعرف مثلا حد متجوز او كده، ممكن اساعده في الموضوع ده. اجيب له شاليه وينزل هنا الدنيا بالبسين بالاكوا بارك بالبحر بالباص كل حاجه، عشان تتبسطوا بقى يا سيدي. وانا عايزك تعيش ايام حلوه كده. فالمهم انا عايزك يعني اي حاجه انت لما تسافر او لما تروح او اي مكان انت فيه، يا اما تطلع منه بعلاقات، يا اما تطلع منه بخبرات وتجارب، يا اما تستمتع بيه وتطلع بنفسيه احسن، يا اما تطلع بشغل. فدايما حاول تستفيد من اي حاجه. طبعا هي كنت قلت الكلام ده مع كلام تاني كتير او نصايح وحاجات كتير بعد ما نتكلم فيها واحنا بناكل، بس 40 دقيقه بقول لك يا راجل. فبس طلع الفيديو كله من غير صوت، فانا قلت ايه اقول، يعني هو ملوش علاقه بالفيديو، بس قلت لما اقول الحاجات دي يمكن تستفيدوا منها، ويمكن انت وانت لسه صغير كده تحاول تجرب حاجات من دي، فتيجي تبص بعد كده او تستفيد منها بعد المستقبل. يعني انا والله العظيم 90% من الحاجات اللي انا جيت عملت اللي هو عملتها يعتبر في المستقبل في الوقت الحالي ده، كانت حاجات انا شايفها من 8 سنين، او حاجات انا شايفها من 7 سنين، او افكار قديمه. يعني انا في اقسم بالله العظيم شغل او مشروع، اخر مشروع انا داخل فيه ده انا مفكر فيه من تقريبا 8 سنين، وجيت اطبقه لان طول رحله حياتي عمال اشوف بقى طب ايه اللي بيتعمل ازاي وبيمشي ازاي وكده. فانا عايز وفي حاجات انا اتعلمتها زمان جيت انا بقيت اطبقها في حياتي دلوقتي. فلو انت دايما تتعلم ودايما الكلام ده مش هتنساه صدقني. انت تفتكر ان انت نسيته، لكن يعني انت دلوقتي بتتبني شخصيتك او بتتبني كده، فهتيجي تبص تلاقي الكلام ده هيفضل مكمل معاك. فدايما تابع الحاجه اللي تفيدك، وخلي وقتك كله حاول تتعلم من تجارب ناس، او انت تحاول تمر بتجارب زي شغل او تجارب كده، حتى لو فيها فشل ده احسن ليك اصلا عشان تتعلم. واشوفكم الفيديو اللي جاي، ويلا بينا على العلمين. لو عرفت اصور لكم انا هناك اصور لكم. واحنا بنعمل الفيديو الصبح لمبه البنزين نورت وما خدتش بالي بقى، لان انا كنت مندمج قوي في الفيديو. تقريبا دي اول مره من يوم ما اشتريت العربيه لمبه البنزين تنور، ومش عارف لسه بقى في بنزينات هنا ولا ايه. ربنا يستر. ماشيين اهو. كل مثلا حد طبعا معظم الناس هنا بتبقى جايه مصيف وما يعرفوش، همشي كده شويه. شفت جوجل مابس يعني بيقول لي في 3 كيلو نروح بنزينة، وبعدين نروح ناكل، وبعدين عايزين نلحق الماتش بقى كده متأخرين، وهبقى أكمل لكم الفيديو بقى بعدين. ربنا يستر. بص يعني هتقف كده هناك يعني أهو، وآخدها ماشي. يعني مش أول مرة يحصل معايا موقف من دي كده، الكاوتش العربية فرقع. حصل موقف يعني الحمد لله. ما نشوف كده ربنا ييسر. فاول على اول تك. ما نشوف كده واصله تعتبر اخر شرطه، ونشوف هتبقى عامله كام. يا ساتر يا رب. احنا لسه قدامنا شويه. مش عارف اقول صدقني، ممكن اعمل فيديو ب2 علامات عمل. دي كاميرا باينه. بس يا راجل انت كمان. يا كريم يا رب ده كل الانتظار ده بالصفار. خلاص يا عم. ايوه ده شوف بقى. هنا عند صندانة اهو. الدنيا كلها زحمة، مش عارف اشوف الماتش فين. بس طبعا اللي بيجي هنا عارف مناظر تقرف بقى، البنات حاجة صعبة. الواحد مش عارف يمشي مع الحاجات دي يا جدعان. ما تتظبطوا كده، بس تتظبطوا. في ايه؟ فين الرجالة؟ جبنا الاكل ونشوف خش بقى اجيب حاجه اشربها. طبعا ماتش مصر خسرنا قصاد الارجنتين ظلم عشان التحكيم ابن الوسخه. بس يلا بقى الحمد لله. هنعمل ايه؟ مشاريب فين؟ انا بحاول اهرب طبعا، لان الدنيا هنا يعني انا اصلا صورت كذا فيديو، بس طبعا مش هينفع انزلهم بسبب كميه البنات
القلعة. دي التلاجة هنا ايه دي كلها. انا استنى اجيب بيبسي. هنجيب بيبسي لايت. عارفين مش ههرب والله العظيم، انا وحظي. انا ممكن لو مقلب الكاميرا الموضوع هيبقى اسهل، بس نعمل ايه بقى. العصاير اهي والدنيا هناك اهي بقت مشهورة اهو. نسيت اقول على قسم الشيبسيات. المهم قسم الشيبسيات هنا اهو. يلا بقى معلش تعوض. ايوه العصير والحاجة. بص يا سيدي، لا بص مش هنعمل افشخانات، هي بيبسي لايت. اصل انا جايب برجر فايه مش محتاجة بقى نقعد نجود. بعدين انا جبت استنى بقى، بالمناسبة المنتج ده قذر بكل اشكاله ماشي، يعني محدش يجيبه والله العظيم مهما كان، غالي وطعمه يقرف الكلب. جربته مرة في حياتي وكانت يعني بص بقى، انا افتكر مالي يتم كان طعمه ألذ من كده. بالك نفسي هنا قال لك ايوه ايه بس الخيار الروتيني بتاعنا. فين مفيش دايت، رحنا في داهية. اوكي كده كله فيه سكر قليل بس. طيب يعني مول طويل عريض ده ماركت طويل عريض ما فيهوش يعني بس دايت. اكيد في السنة اللي شهر فاتت في 7 دايت، بس السيفن مع البتاع تبقى حلوة. يلا لك ايه، خلينا في منتجات بلدنا طالما كده هنجيب. تعال نجيب الماكس دي امرنا لله. طبعا لو كان معايا واحد، لو كان متجوز كنا جبنا شوية حاجات كلناها بقى، بدل لان المطاعم هنا الاسعار بجد مبالغ فيها قوي. ف مش يعني هو برضه الواحد مش هبل، مش هروح ارمي فلوس من الحاجات دي. عندنا عادي في المنصورة ونفس البرجر ونفس كل حاجة، بس الاسعار هنا بقى هم عاملين فيها. فهي دي سبحان الله بالسر عليه. انا مقفول من اللي حصل ده، راح اكل في العربيه برضه. الدنيا هنا البنات ابتدت تزيد كمان فايه، راح ناكل بتاع ده في العربيه. وبعدين في واحده قدامي اصلا مرات تتفرج كده بقى عشان ما تظهرش. انا الوضع صعب والله العظيم، الوضع صعب. مش هقول لكم على حاجه مش في السهل، بس احنا عندنا في النادي ما بعرفش امشي. بس هنا يمكن بس ايه يعني اكتر، مش البنات اكتر لا، لكن الهدوم اقل. بس انا هعمل ايه في العربيه اهي، ناكل في العربيه. ممكن نعمل لكم فيديو. هنخش المول دلوقتي نشوف حاجه ناكلها. بحبش العالمين، بحبش الناس اللي هنا. يعني البلد جميله طبعا، بس الناس هنا عامله فيها قوي. وعارف كله بقى اللي هو بتتنك وتمنظر بقى. هما كلهم يعني فاهم، كل واحد ابوه سرق له كام مليون ولا غسل له كام مليون، فهم فاكرين ان هم اللي عملوا الفلوس دي. العيال الصغيره يعني العيال الصغيره دي اللي هو طبعا من اول ايه 10 سنين لحد 30 سنه، فاكر ان هو اللي عمل نفسه بنفسه. هما شويه والله العظيم. في ناس طبعا هي جايه هنا ناس محترمه وناس كويسه وكده، بس الاغلب بقى اللي هم ايه جاي منظره. حتى اللي هو اللي مش لاقي ياكل بيجي يتمنظر ويعمل ان هو حاجه. هو اي حد يقدر يجي هنا عادي، انت ما بتدفعش فلوس يعني. في بنات وكده. فقفل كميه خرفان هنا يا جدعان حاجه يعني. سيبكم من الفيديو اللي انا اتكلمت عنه بتاع الدراسه قبل كده، عدد الخرفان هنا بجد يعني حاجه صعبه قوي. وعايز اقول لكم يعني اقل جدي هناك اهو. انا مش فاهم والله انتوا ايه. ولازم يعني حتى يعني بناتهم الصغيره برضه مقلعينهم اللي هم يعني ايه حضروهم لمستقبل باهر. فانا احب امشي انا اقيم كده الناس، ومش دي الناس بقى، لا ده انا ده ربنا يهدي الجميع. بس انا مش عارف، انت عارف انا بكره موضوع الدايسه ده، فحاجه قرف. اعرف اصور لكم يا جدعان اي خطوه لقدام هتشوفوا حاجات كده. فاصور لكم السقف. طبعا ده سقف طبعا اللي جاي هنا عارف ده مش النهار يعني، ده اول السقف معمول كده عشان في ناس ما تعرفش. مش لازم الفلاحين او كده ناس ما جوش هنا قبل كده فما يعرفوش ان هو ده بيبقى السقف يعني كله مغطى ومعمول بقى كانه هي سما كانه نهار. حته فاضيه هي، قلت ما اصور. انا بجد والله العظيم حاجه تحزن. انا عايز اوريكم طبعا المول كله بس ما مش نصيب بقى. لو صورت لكم ده هنا خارج المول، تعالوا ما نلف تاني. الموضوع صعب. انا ما اعرف هو المول ده اسمه او مول ولا اسمه ايه. صور لكم السقف بقى لان في هناك بعد. بس يا جدعان انا شفت راجل، انا الحمد لله بقى عشان الناس طمنت وشفت راجل حافظ على مراته فلا لابسه محتشمه الحمد لله. لسه ما شفتش منقبات قوي بس يعني الحمد لله في بصيص امل. A few moments later. الفيلم ده مجتمع يا جدعان. بفكر امشي والله العظيم اتخنقت. مش عارف بقى انا هفضل لحد امتى كده. الحاجات دي بتقرفني.
ماشي يا عم، انا ماشي بقول بقى. يلا. والله لو لقيت مكان هنا فاضي اقعد اكل فيه انا ممكن ارجع اصلا للشاليه. او شو انا ميت من الجوع بس مفيش بقى يعني. بص ورا كباريه، مش هقول لكم اقسم بالله كفايات كباريهات حاجه تقرف. الله يحرقكم مجتمع الشيخ، والله انتوا اللي جايبين لنا الفقر. بعدين يعني نحل الموضوع ده ازاي يا جدعان؟ اللي عنده حل يا جدعان يقول لي نعمل ايه. انا خلاص انا بقيت افقد الامل اقسم بالله في اللي بيحصل ده كتير. انا حد مهد يعني ده اهدى حاجه والله العظيم. هنا بيعمل مشويات مش عارف سامعني اصلا. فايه يا عم ما كانش مشغل الاغاني ده على بتاع هناك اهو. شوف انا بقول ايه بقى خالك لما يجي الاكل نزل اهو. طلبت باستا كفته مشويه. المهم يعني انا عايز اقول لكم ان المكان يعني لحد ما يعتبر في ما عدا الاغاني او كده ده يعتبر احسن مكان هنا اسمه مشويز، والناس اللي شغاله فيه ناس محترمه قوي. فيلا ناكل بسم الله الرحمن الرحيم.